شفنا عديد من يعني زملاء المجال والفنانين والفنانات انحازوا للحرب بشكل صارخ جدا وبيدعموا الحرب وبيغنوا للحرب. انت كيف تشوفي الزاويه دي؟ ومن وجهه نظرك بتشوفي دور الفن والغنى اتجاه مجتمعاته شنو؟ مم. والله بعيدا عن، يعني أنا رأيي التوجهي أو رأيي السياسي أو رأيك اللي ممكن تختلف معي فيه وتتفق، أنا شايفة إنه يعني من بديهيات الأشياء ما ممكن يكون الموت، يعني ما ممكن بغض النظر عن أنا واقفة وين وأنت واقف وين، مسألة إنك أنت تهلل للموت وتهلل لإنك تشوف أخوانك وأهلك بيموتوا تحت أي مبررات، دي حاجة فوق العادة، حالة فوق العادة، والتبرير لموضوع زي ده برضه حالة فوق العادة تماما يعني. المسألة بتاعت كل الأديان، كل الأعراف، كل الثقافات، أي منطق حقوقي إنسان، أي شيء بتقول إنه لا، دايرين السلام، دايرين العدالة، دايرين ما دايرين الناس تموت، دايرين الحياة. ف... ف يعني يعني الحرب دي أنا شايفاها فتنة صراحة وغربال كبير. رتب حاجات كثيرة جدا، وضح للناس حاجات كثيرة، وفي ناس على ما يبدو محتاجة تتعلم بالطريقة الصعبة على ما يبدو كده يعني. ف... ف... فما في منطق بيقول إنه الموت ده يستمر تحت أي مبررات، ده اللي أنا بفهمه يعني. بعد كده بتبقى مسألة الانحيازات دي مسألة تقديرات شخصية بتتعلق بشوف الزول الحاجات وعيه بها، ما أقدر أخش في الحتة دي تماما. لكن بأي حال من الأحوال مسألة إنه محاولة الابتزاز العاطفي للناس، إنه والله يا أخي لأنك أنت كده كده معناته أنت ضد الحرب، أنت ضد الحرب، أنت ضد الموت، أنت ضد القتل، معناته أنت خاين. الكلام ده ما بيمشي يعني، بس بينفع للاستهلاك، لكن ما ممكن تقنع به زول عاقل أبدا. ف ف يعني وفي النهاية يا تحارب انتهت بين الناس دي كلها يعني، جهة انتهت يعني يعني أبادت جهة تانية، ما في. الناس في النهاية بتقعد تلقى حل عشان الناس المساكين في النص ما يموتوا يعني. ف ف ضد الموضوع، لأنه مفروض الرسالة بتاعت الفنون والرسالة بتاعت الموسيقى والفنون والآداب هي رسالة الحق، رسالة الجمال، رسالة القيم بتاعت العدالة والسلام. فأنت ما مفروض توظفها أصلا بالاتجاه ده، لأن عندك فولورز ولا أنت كفنان ولا أنت كإنفلونسر ولا أنت، يعني أنت صوتك مفروض يكون تهدي الناس يعني أقل أو أصمت. لكن ما في أي منطق مهما كان أنا شخصيا بيقنعني بأنه والله الهستيريا بتاعت الموت دي المفروض تستمر، والموضوع ده عادي عشان الكرامة أو أي مسمى تاني يعني. كرامة وين يعني؟ الناس بتموت والناس بتجوع والناس بتتشرد والناس ما بتلقى حبة العلاج وبتجيف وبتتمرمط وبتتذلل للناس، وين الكرامة يعني؟ ما في كرامة في البلد.